في وحدة من جولات حازوقة وآسترد انتبهوا إنه تنانين فزع الليل مش موجودة بمكانها على جزيرة حافة التنانين، واكتشفوا إنه التوأم شكس وخشنة بيلعبوا معهم. وبينما آسترد بتفهمهم إنهم خط الدفاع الأخير ضد هجوم داغر، وصلتهم رسالة بتحكي إنه قرية بيرك تتعرض لهجوم من داغر. ولما وصلوا شافوا القرية مدمرة وبيت آسترد مهدوم بالكامل. آسترد قررت تضل في بيرك عشان تحميها وتشكل فريق فرسان تنانين جداد، بينما الفريق الأصلي راحوا يدوروا على داغر. بلشت آسترد تدرب المتطوعين تدريب قاسي كثير وشدت عليهم زيادة عن اللزوم، وهالشي خلى معظمهم ينسحبوا. حازوقة اكتشف انه آسترد بتبالغ بالتدريب بس عشان تضل في بيرك، بس هو تفهم خوفها. داغر هجم على قاعدة الفريق الرئيسية، ولما وصل حازوقة لقاهم متحاصرين فبعث برسالة استغاثة لبيرك. وصلت آسترد ورزين ودخلوا بقتال شرس مع داغر، وفريقها الجديد اجى كمان عشان يساعدهم وهزموا داغر اللي انسحب وهرب. وبالنهاية آسترد سمت فريقها الجديد فريق آسترد، ورجعت انضمت للفريق الرئيسي وهي مطمنة انه بيرك صارت محمية. بعديها بنشوف آسترد وزوبها برحلة طيران الصبح، وخلالها شافت سفن غريبة وعرفت انها لصيادين التنانين بقيادة رايكر. حاولت تهرب منهم بس رايكر صاب زوبعة بسهم عليه مادة جذر التنين ومسكوها، بينما آسترد نجت وسقطت بالمحيط. حازوقة قلق على آسترد وبلش يدور عليها هو والفرسان، وقدر ينقذها من البحر في آخر لحظة وحكت له شو اللي صار. الفريق بيكتشف انه سهم جذر التنين هو السبب اللي خلى زوبعة تفقد السيطرة، ولقوا على واحدة من السفن عدسة عين تنين جديدة، بس حازوقة ما قدر يظهر اللي جواتها. وبالصدفة اكتشفوا الحل وقرروا يروحوا على جزيرة مبدل الجناح عشان يجيبوا الحمض اللي ممكن يظهر محتوى العدسة. نجحوا انهم يلاقوا تنين مبدل الجناح واستخدموا الحمض تبعه عشان يعرضوا خريطة بتوديهم لميناء صيادين التنانين. حازوقة عمل خطة بتتضمن انه يضحي مقبضة لحم المحصنة ضد جذر التنين بانها تمثل انها متصابت، فانمسكت هي وزعنف، وهناك لقى زوبعة وقدر يحررها. برا انمسكت آسترد، ولما حاول الفريق يقتحم السفينة عشان ينقذهم الخطة فشلت بسقوط آسترد، وكشف رايكر انه كان متوقع حركاتهم، وانمسكوا آسترد وزعنف وخشنة وشكس واخذهم رايكر للأقفاص. بعدين طلعت هيدر مع داغر واعلنت تحالفها مع صيادين التنانين، وصدمت الكل بخيانتها مرة ثانية. بعد صدمة الخيانة آسترد واللي معها صاروا يتساءلوا شو دوافع هيدر لتحالفها مع رايكر وداغر. اجت هيدر وطلعت آسترد عشان تحقق معها واكدت لها ولائها لاخوها. بجزيرة ثانية حازوقة ومخاط جلف كانوا بدوروا على طريقة يحموا فيهم تنانينهم من سهام جذر التنين، وراحوا على جزيرة الموت الهامس عشان يجمعوا قشور الموت الصارخ. راوغوا التنين ودخلوا في الانفاق، لكنهم واجهوا التنين الضخم بس امه تدخلت وحمتهم. بالسفينة رجعت آسترد للزنزانة وحكت انها عرفت رايكر وداغر مكان عين التنين، وحكت لهم انه موجود بحافة التنانين تحت حماية الكابتن جوستاف عشان تظللهم. برجع رايكر يحقق معهم ويهددهم تنانينهم عشان يضغط عليهم. لما رجعوا للزنزانة خشنة طلعت مفتاح كانت سرقيته، وآسترد حطت خطة عشان يحرروا التنانين ويهربوا قبل ما تنكشف كذبتها. الكل تقريبا نجح يوصل لتنانينه، بس هيدر واجهت آسترد مرة ثانية ومنعتها تحرر زوبعة. برا حازوقة ومخاط هجموا على السفينة وهم لابسين دروع مصنوعة من قشور تنين الموت الصارخ. الصيادين صاروا يرموا عليهم سهام بس على الفاضي. ولعت المعركة وآسترد واللي معها قاتلوا عشان يسترجعوا تنانينهم. بالنهاية هربت آسترد مع زوبعة والكل هرب من السفينة. رايكر استوعب انه استخف فيهم. حازوقة استغرب انه داغر شغال مع الصيادين، وبالطريق زعنف اكد له انه بيعرف وصفة الجرونكول ايرون عشان يصنعوا دروع اقوى. اما رايكر وهيدر وداغر قرروا يخبروا فيجو انهم قربوا خطوة من انهم يوصلوا لعين التنين. بعديها بلش الفرسان يجربوا معدن زعنف الجديد الجرونكول ايرون المضاد للسهام. بعدين بيطلع شكس مغطى بورق الشجر وصار يحكي انه في مخلوق هجم عليه وعضه. زعنف ما لقى اشي مطابق للعضة في الكتب، بس جوبر حكى لهم عن تنين اسطوري متحول الجناح بحول بعضه لتنين لما يكتمل القمر. شكس بلش يتصرف بغرابة وهو مقتنع انه راح يتحول لتنين، فتخلى عن كل اغراضه وحبس حاله مع الدجاجة. خشنة ومخاط راحوا علشان يقنعوا شكس انه كل اللي بصير مجرد خيال، وبالطريق مخاط انعض من مخلوق غامض. وفي اثناء بحث حازوقة وزعنف لقوا عدسات عين تنين جديدة بجزيرة متحول الجناح، وعرفوا انه قصة التنين كانت خرافة لحماية العدسات. شكس اللي اقتنع انه راح يتحول هرب وطلع على منحدر عالي عشان يقفز وما يأذي اصحابه. خشنة حاولت تقنعه انه ما راح يتحول، وفجأة اجى حازوقة واكد له انه متحول الجناح مش حقيقي. بعدين وصل المخاط وكشف لهم انه اللي عضه كان ذيب وانه مسكه. شكس ارتاح بس الارض انهارت تحته وانقذوا ابو سن على اخر لحظة. بالنهاية طلع الذيب الحقيقي وهجم على مخاط. في يوم كان مخاط جلف بيتدرب يضرب اهداف بتمثل صيادين التنانين، بس وقع كالعادة. وصل ابوه حكى له انه راح يصير ارتباط تقليدي بين عائلة يورغنسون وعائلة هوبرسون، وانه مخاط راح يكون حامل الفأس الرمزي.
وطلب من حازوقة وأسترد يحضروا كممثلين عن عائلاتهم. بطريقهم وقع مخاط الفاس ونزلوا على جزيرة عشان يرجعوه، بس اكتشفوا إن الفاس مغروز بظهر تنين مغطى بالدروع، وهجم عليهم لما قربوا منه. سموه الجناح الدرع لأنه بدمج المعادن بجسمه كدرع حماية. هجومه سبب إصابة زوبعة وأبو سن، بس مخاط رفض يستسلم ولحق التنين لحاله. بهالوقت زعنف كان بيشرح طقوس الزواج لخشنة وشكس، بس شكس عملها عن جد بالغلط، وهيك جوز زعنف وخشنة رسميا، وهو إشي ما بيلتغى حسب تقاليد الفايكنج. مخاط اقترح يجيبوا تنانين أنفاس الدخان الخانقة عشان يستخدموهم ليأخذوا الفاس لأنهم بينجذبوا للمعادن، مع إنه أسترد حذرتهم إنه هاي التنانين ما بتتروض. نجح الفريق يجيبوهم لعند جناح الدرع، وهناك بلشت التنانين تمزق درعه. واحد منهم قدر يأخذ الفاس، بس حازوقة لاحظ إنه جناح الدرع ما عنده حراشف وبيعتمد على درعه للحماية. بالنهاية قدموا له معادن جديدة، فرجع شكل درعه وكسب ثقته. مخاط طار للجزيرة علشان يحضر الحفل، بس وصل ولقى انه الارتباط التغى بسبب خلاف بين العيلتين. مع هيك ابوه عبر له عن فخره فيه. بالنهاية رجع الفريق لحافة التنانين، وحكى لهم حازوقة انه زواج زعنف وخشنة مش رسمي لانه شكس مش مكمل تدريبه كموثق، يعني مأذون. في يوم الفرسان بيحاولوا يبنوا برج مراقبة شمال القاعدة، بس التوأم خشنة وشكس عملوا انهيار ثلجي وهم بيلعبوا. الفرسان أنقذوا التوأم، وحازوقة وأبو سن أنقذوا تنين اللهب المهجن قبل ما يقع عن الحافة، ونعوجت رجل حازوقة الحديد. كعقوبة حازوقة خلاهم يناوبوا حراسة زيادة. التنين حس بالامتنان لحازوقة فترك التوأم ولحقه. بعدين حازوقة وهو رايح على الكوخ اتغطى بالسمك وفكر انه التوأم هم السبب، بس بعديها بيكتشف انه التنين اللهب المهجن هو اللي جاب له السمك، وهسه التنين ملازمه لانه مديون لحازوقة بحياته. حازوقة والتوأم حاولوا يتخلصوا من الدين بانهم يحطوا حازوقة بمواقف خطرة، بس كل المحاولات فشلت. التوأم طلبوا من مخاط يهجم على حازوقة من غير ما يعرف عشان يجي التنين ينقذه، بس حازوقة ضرب مخاط بقوة ووقعه على الأرض، وهالشي فاجأ الكل. بعد هيك طلع حازوقة لحاله وانخطف من داغر ورايكر اللي بدهم اياه يكشف لهم عن موقع عين التنين. اتدخل التنين عشان ينقذ حازوقة، وصارت معركة على السفينة. ولما التنين شاف انهم تحاصروا اطلق رسالة استغاثة بالسماء. باقي الفرسان شافوا اشارة الاستغاثة وراحوا على المكان. بعد معركة بالجو مسك الصيادين اللهب المهجن، بس التوأم قدروا ينقذوا تنينهم من المية ورجعوا منتصرين، وبهيك التنين صار ممتن للتوأم ورجع ولاؤه إلهم. بعدها بنشوف حازوقة وأبو سن كانوا بيختبروا درع الجرونك الآيرون الجديد، بس كان ثقيل كثير وانكسر وهم بيعملوا محاكاة للهجوم. بالليل زعنف كان محبط من فشل الدرع، والتوأم اتهموه انه بحاول يقتل حازوقة وهم بيمزحوا. وصلت أسترد ومعها اخبار من التاجر يوهان انه صيادين التنانين اشتروا معدات شتوية من الاسواق الشمالية وبدوروا على اشي نادر. حازوقة خمن انه سن التنين شبه الثلج وهو المفتاح عشان يشغلوا عين التنين. قرر الفريق يسبقوا الصيادين ويلاقوا شبح الثلج عشان ينقلوه لمكان آمن، وهم بدوروا ضاعت أسترد بالعاصفة أو هيك اعتقد حازوقة. ولقيت هيدر وتنينها جزازة الريح. طلع انه هيدر شغالة بالسر ضد رايكر وبتحاول تتقرب من فيجو الزعيم الحقيقي لصيادين التنانين، وخططت مع أسترد عشان يضللوا رايكر ويكسبوا وقت. الفريق اكتشف كهف فيه تنانين شبح الثلج نايمين، بس الصيادين وصلوا وتواجه حازوقة مع رايكر اللي كان ناصب فخ. هيدر تدخلت عشان تنقذ حازوقة واقنعت رايكر انهم بدهم اياه عايش. طلب منها رايكر تسكر الكهف على الفريق. بعد مواجهة مع تنانين شبح الثلج استخدموا أنفاق الثلج عشان يهربوا وطاردوهم الفرسان. لقيوا رايكر مسك تنانين الثلج. بعدين صار اشتباك وحاول رايكر يهرب مع هيدر. لحقوا حازوقة لكن أسترد منعته وكشفت انه هيدر معهم فوقف هجومه وخلاهم يهربوا. بالنهاية كشفت أسترد انه هيدر كانت تشتغل مع داغر بس عشان تنتقم لعائلتها، وانه الزعيم الحقيقي للصيادين هو فيجو، شخصية خطيرة جدا تشتغل من وراء الكواليس. حازوقة حس بالخيانة من أسترد، بس هي أكدت له إنه هيدر هي فرصتهم الوحيدة علشان يقضوا على فيجو. بعديها بنشوف أسترد محبطة من تصرفات التوأم السخيفة، وحكت لحازوقة بس هو مهتم، وهالشي زاد من استيائها. بتوصل رسالة من التاجر يوهان بتحكي إنه سفينته بتتعرض لهجوم. طلع حازوقة وزعنف ومخاط عشان ينقذوه، وترك أسترد مع التوأم يحموا الحافة وأعطاها عين التنين. أسترد حست بالإرهاق لأنها الوحيدة اللي بتشتغل بجد، وصارت مشكلة بينها وبين التوأم اللي عبروا عن انزعاجهم من عدم احترامها إلهم. بهالوقت اكتشف حازوقة واللي معه إنهم اللي بيهاجموا سفينة يوهان مش صيادين تنانين، وهو بيحاول يلفت انتباه التنانين. خطفوا زعنف لجزيرتهم. على حافة التنانين انخطفت خشنة من الصيادين، والجاجة خبرت أخوها شكس بالموضوع.
شكس طلب مساعدة أسترد اللي اضطرت تتجاوز غضبها وتشتغل معه عشان تحمي الجزيرة وتنقذ خشنة. مع إنها كانت مترددة تعتمد على خططه وأساليبه الغريبة، بالنهاية كان لازم يتعاونوا علشان ينقذوا أخته ويدافعوا عن الجزيرة. أسترد جهزت حالها عشان تدافع عن حافة التنانين من هجوم صيادين التنانين، فخبت عين التنين تحت الصخور وطلبت من شكس يبلش الدفاع حسب خطتها، فوقع سفينتين العدو. بهالوقت حازوقة ومخاط كانوا بيحاولوا ينقذوا زعنف اللي خطفته التنانين البرية. زعنف مع انه كان خايف لاحظ جروح على اجسام التنانين بتدل انهم تعرضوا لهجمات من الصيادين، وهالإشي بفسر عداوتهم للبشر. بعد ما انقذ تنين جرونكل الصغير من الاختناق بلش يكسب ثقة التنانين. بيكتشف حازوقة انه هذا كله من تخطيط الصيادين عشان يلتقي الفريق بإنقاذ يوهان، وهم بيروحوا على الحافة عشان يبعدوا الفرسان عن القاعدة. ولما اندفعت مقبضة لحم عشان تنقذ زعنف انكشف مكان الكل، فاضطر زعنف يضل مع التنانين عشان ما حدا يأذيهم. بالجهة الثانية انمسكت خشنة من رايكر. هيدر اخذتها وربطتها على شجرة بس بطريقة تخليها تقدر تهرب. هيدر اطلقت انذار كاذب عشان تخدع الصيادين وتعطي وقت لأسترد وشكس. بعدين هيدر حاولت تساعد خشنة تهرب باستخدام جزازة الريح، بس ما كانت مستوعبة وهربت في الاتجاه الغلط. مع استمرار المعركة اعترف شكس لأسترد انه لقى عين التنين مدفونة، وشرحت له انها خبتها عشان تحميها. شكس قدم خطة دفاعية بتعتمد كليا على الحيل والمقالب، وأسترد اتفاجأت بفاعليتها. وبالغابة وقع داغر بفخ غاز تنين زبلباك، ولعته السهام النارية من رجاله فصار انفجار ضخم. بنرجع لحازوقة اللي قدر يكسب ثقة التنانين البرية، ورجع للحافة مع الفرسان ومعه جيش من التنانين البرية. بيلتقوا بخشنة وحكت لهم حافة التنانين بتتعرض لهجوم. رايكر وداغر بيكتشفوا غياب 3 من الفرسان وأطلقوا موجة هجوم جديدة، بس شكس استخدم تنانين فزع الليل عشان يربكهم. رايكر وقع قائدهم وهالشي شتت التنانين، بس أسترد نجحت ترجعهم باستخدام زوبعة. داغر هجم على أسترد بس هي هزمته، وشكس واجه رايكر بس انهزم. وقبل ما ينقتل تدخل حازوقة وضرب عليه قذيفة بلازما. وصل حازوقة ومخاط وزعنف ويوهان والتنانين البرية وتغلبوا على الصيادين. هيدر أنقذت داغر، ورايكر انسحب بعد ما توعد حازوقة بجولة ثانية. ثاني يوم حازوقة سأل كيف قدروا شكس وأسترد يصمدوا، فحكت له إنه الفضل برجع للتعاون، وبتعتذر أسترد لخشنة وخشنة سامحتها. الفريق قرر يرجعوا التنانين البرية لجزيرتهم، وتركوا التاجر يوهان لحاله مع تنانين فزع الليل. في يوم زعنف ومقبضة كانوا بتمشوا بهدوء على الشط بعد عاصفة كبيرة، بدوروا على شغلات جرفتها الأمواج، فجاءوهم خشن وشكس بمقلبين، فحاول زعنف يبعد عنهم. بعدين سمع صوت غريب وشاف خيال براسين من البحيرة، فكر انه مجرد مقلب من التوأمين مع تنينهم، بس الخيال فجأة اختفى في المي. لما رجع للقاعدة خبر زعنف الكل، بس فكروا انه مجرد مقلب لانه اليوم يوم لوكي يعني يوم الخداع، وكان لازم يثبت لهم انه جاد. بعدين وهو طاير فوق البحيرة مع مقبضة رمى زعنف سمكة كطعم، بس غفي، فبلشت مقبضة تنزل شوي شوي لحد ما لمست سطح المي، فجاءهم مخلوق كهربائي صحاهم وخلى زعنف يقع بالمية، ولحقهم المخلوق وزعنف طار وسكر مدخل البحيرة عشان يحبس المخلوق. اجوا الكل مع زعنف للبحيرة وهم شاكين، بس اقتنعوا لما المخلوق نط اللي هو صاعق البحار من المية وصدم مخاط وخطاف بالكهرباء. بلش حازوقة وزعنف يحكوا بحماس عن نوع التنين، بس حازوقة طلب يطلقوا سراحه عشان يرجع لقطيعه لأنه من سكان أعماق البحار. بلش صاعق البحار يتوتر وهجم على زوبعة اللي صدته وتسببت بإصابته، ففهمت المجموعة غلطتهم بحبس التنين وأطلقوا سراحه، بينما الباقي راحوا يهدوا الحاجز. بس بسرعة وصلوا تنانين من نوع سكالدرون بهجوم شرس، فدافعت المجموعة عن صاعق البحار. حاول حازوقة يعمل خطة عشان ينقذه بس فشلت. التفوا السكالدرون حوالين الصاعق لحد ما دخل بحفرة بقاع المحيط. الكل بلش ينسحب إلا زعنف اللي حس بالذنب. فجأة نط الصاعق من فوق راسه وفرح لما شافه حي، وأجت توأم جارين معهم السمك الرعاد زي ما حكى لهم حازوقة، وقدروا يخدعوا السكولدرون بالإضافة لهجومهم يقودوا الصاعق للمحيط. لكن أجت مجموعة جديدة من السكولدرون. زعنف غاص معه وعلموا كيف يستخدم راسينه الكهربائيات مع بعض علشان يطلع حقل كهربائي ضخم يصعق السكولدرون. بيجي قطيع صاعق البحار عشان يساعده، فاستخدموا مع بعض صدمات كهربائية وطردوا السكولدرون، ورجع الكل بسلام. بعديها بنشوف الفرسان بيعملوا مقالب على التوأم، واخرها أسرد نقلت كوخهم على صخرة بحرية قريبة من الحافة. التوأم استوعبوا انه يوم لوكي مش ممتع، خاصة لما يكون هم ضحايا المقالب.
اتحرر تنين السكريل من سجنه بالجليد القريب من جزيرة الدخلاء. كان غضبان كثير من حازوقة وأبو سن، فراح عشان ينتقم منهم، ولأنه آخر مكان شافهم فيه كان جزيرة الدخلاء راح لهناك وشن هجوم مدمر على الجزيرة. بعدين حازوقة والفرسان بيحاولوا يستكشفوا سبب الدمار بالجزيرة، بس ما لقوا أي أثر لهجوم الصيادين زي ما كانوا فاكرين بالبداية، بس لقوا أثر حروق. وحازوقة وزعنف عرفوا إنه أثر السكريل. الفرسان راحوا للجليد اللي كان السكريل محبوس فيه واكتشفوا إنه تحرر. اتوقع زعنف إنه السكريل رايح باتجاه العواصف، ومخاط عرف إنه العاصفة بطريقها لبيرك. السكريل هجم على بيرك وفريق مساعدين أسترد حاولوا يصدوه بس وقعوا بسرعة. انصاب أبو مخاط بصعقة كهربائية مباشرة ووقع، بس نزل لأنه نزل على أكياس الرمل. صارت مواجهة بين أبو سن والسكريل وتصادمت انفجاراتهم الكهربائية وعملت موجة كهربائية ضخمة، وأبو سن كمان وقع. حازوقة استخدم بدلة الطيران الجديدة ونزل على تنين رزين. فهموا الفرسان إنه السكريل بده ينتقم من حازوقة وأبو سن. أبو مخاط جل بطل يعرف يحكي من الصعقة. خطط حازوقة يخدع السكريل عشان يرجعوه للجليد ونجحوا بهالشي، بس السكريل وقف عند مدخل النفق وعرف إنه فخ. حاول السكريل يحبس حازوقة وأبو سن، بس مع تشتيت انتباههم من الفرسان الثانيين اتمكنوا يهربوا. لحقوا التنين أصاب ذيل أبو سن بأضرار، بس نزلوا على سفينة صيادين، وهناك استخدم حازوقة شراع عشان يصلح ذيل أبو سن. قاد حازوقة السكريل باتجاه صيادين التنانين اللي نجحوا يوقعوه بسهام جذر التنين. حاول يوصل له بالأول بس الصيادين منعوه وصار السكريل بقبضتهم. رجع حازوقة لحافة التنانين، وهناك اتهموا شكس بالخيانة بسبب رمز على ذيل أبو سن. فشل حازوقة الموقف وحط خطة عشان ينقذ المخلوق. استخدموا مخاط وأبوه عشان يلهوا الصيادين، وبينما الباقي كانوا يدوروا على السكريل. لقيوا قفص مغمور بالمية فيه السكريل، بس الصيادين مسكوا الكل، لكن هرب حازوقة وأمر أبو سن يوقع القفص على البر. اتحرر التنين وأطلق صواعق كهربائية دمر فيها معسكر الصيادين. أخذ أبو مخاط سهم جذر التنين ورماه على السكريل، وبالنهاية رجعوا السكريل للجليد عشان يحبسوه مرة ثانية، بس حازوقة منعهم وحكى إنه هيك بصيروا زيهم زي الصيادين إذا حبسوه بس بسجن مختلف. استخدم حازوقة فاس أسرد عشان يحرر السكريل اللي انحنى احترام إله لأبو سن، وركب صاعقة برق حملته للسماء وهو مبسوط بحريته. وصاب أبو مخاط بصعقة كهربائية رجعته لطبيعته. بمعركة بين صيادين التنانين والفرسان نجح حازوقة يحرر تنانين كثير من سفن الصيادين، وهالشيء اعتبره داغر نتيجة لاستخفاف رايكر بقدرات الفرسان. لكن رايكر شك انه في حدا بيسرب معلومات. بالمعركة هيدر شنت هجوم على مخاط والتوأم، وهالشيء خلى مخاط وخشنة يبدوا التنانين اللي راكبينها. انمسك خطاف ناب وخشنة بشبكة، بس مخاط وشكس انقذوهم، وبالطريق ما سمح شكس لخشنة ترجع للتنين الاصلي. بنفس الوقت زوبع هجمت على التنين جزازة الريح بسام واحد اصابتها، وتمكن الفرسان من الهرب. رايكر واجه هيدر بخصوص امور شاكك فيها، وداغر دافع عنها. وبينما بيحكوا بصير لهم امر من فيجو يرجعوا للقاعده، وراح رايكر. حكوا هيدر وداغر عن فيجو اللي وصفوه بانه ذكي وبحب فن القتل، وتبادلوا حضن، وداغر مزح بانه مش واثق فيها تماما. بينما مخاط وشكل كانوا مبسوطين مع بعض. ناقش أسرد وحازوقة موضوع سحب هيدر، وأصر إنهم ما بيقدروا يسحبوها هسه لأنها صارت قريب كثير تقابل فيجو، وطمن أسرد إنه ما راح يصير لها شيء. وانسحب الفرسان لكهف مهجور سموه نادي الفايكنج الرائع في الشمال الشرقي. بقاعدة الصيادين أخذ رايكر هيدر وداغر لخيمة فيجو. فيجو حكى عن قصة لعبة اسمها الصولجان والمخلب، وكان يلعبها مع جده. رحب برايكر ورجاله جابوا صياد متهم بسرقة جلد تنين، وفيجو طلع فيه بنظرة حادة قبل ما يأمرهم ياخذوه، وطلب من رايكر وداغر يغادروا، بس هيدر تضل لانه بده اياها. وهم ماشيين طلب مساعدتها تلاقي الخاين، وحكى انه شاكك برايكر او داغر، وكمان تدور له على تنين الكابوس المرعب. بالكيف خشنه سرقت عين التنين واستخدمتها بلعبه ظل التنانين، وحكت انه حازوقة كلفها بالمهمه، بس الباقي ما صدقوها. اسرد وحازوقة بلتقوا بهيدر اللي خبرتهم بخطه نصب كمين لفيجو، وهم رايحين لعند الكابوس المرعب. وصلوا قبل فيجو بشوي وكلفوا التوأم يبعدوا تنين الكابوس المرعب. بعدين لاحظ الفرسان انه في سفن كثير ورا سفينه فيجو، ولما بلشت تطلق نار على الفرسان فهمت هيدر انه فيجو نصب فخ. اتقاتلت هيدر مع فيجو اللي تغلب عليها بسهوله، ولما هربت هجموا عليها الصيادين من كل جهه. حاول التوأم يجذبوا الكابوس المرعب، بس سورش عليهم طحالب فطاروا هاربينهم بالحقهم. اضطروا الفرسان يتجنبوا هجمات الصيادين وضباب الكابوس المرعب. حاول حازوقة يستخدم تنين الكابوس ضد الصيادين بانه يرمي عليهم طحالب. طلع التنين على سفينه الصيادين وجمد الجنود بضبابه، بس الصيادين قدروا يمسكوا التنين وهيدر وتنينها. حاول الفرسان ينقذوها، بس حازوقة كان يدور على فيجو، وأسرد اضطرت تنسحب بسرعة. ولما وصل حازوقة للسفينة كان فيجو اختفى. بعد ما اجتمعوا حازوقة والفرسان على سفينة فيجو، خبر زعنف حازوقة انه فيجو وصيادين التنانين هربوا.
أسترد كانت قلقانة كثير على هيذر والتنانين المخطوفة. شكس حكى وهو بيبتسم إنه فيجو حصل على كل إشي ومليح إنه عين التنين مش معهم وإلا كان أخذها كمان. حازوقة انصدم لأنه ما كان بيعرف إنه خشنة سرقته. بيستوعب حازوقة بسرعة إنه حافة التنين مش محمية، فرجعوا كلهم ولقوا الجزيرة مدمرة بالكامل من رجال فيجو. فكر حازوقة إنه عين التنين انسرقت، بس اكتشف إنه خشنة سرقته عشان تخليه آمن. فكر حازوقة بخطة فيجو وهو مندهش من الطريقة اللي قدر يتلاعب فيهم. بنفس الوقت فيجو كان بيعتني بتنين الكابوس المرعب بشكل منيح. طلب من رايكر يكونوا مستعدين لهجوم مضاد من حازوقة، وحكى إنه هيذر لسه إلها فايدة. حاولت هيذر تقنع داغر إنه ينضم إلها بس فشلت. رجع حازوقة وأسترد لسفينة فيجو المهجورة يدوروا على أدلة ولقوها فاضية تماما. حازوقة خبر أسترد إنه فيجو بيستخدم ذكائه بالقتال وبيتوقع كل السيناريوهات. بعدها لقي لوحة لعبة الصولجان والمخلب، والشخصيات اللي في اللوحة كشفت خطة فيجو عشان يمسك هيذر ويجذب الفرسان لفخه. شاف حازوقة إنه فيجو بيتحدى ذكائه بهاللعبة وإنه في قطعة مكسورة بتمثل الخاين وهي هيذر، وهالشي بيعني نهايتها المحتومة باللعبة. شرح زعنف إنه هاي اللعبة تحدي لحازوقة كزعيم مستقبلي، لكنه وضح إنه فيجو بده إياه يلعب معه وهو قبل التحدي ولازم يتفوق عليه بذكاء وإلا راح تموت هيذر. بالليل بلش حازوقة خطته وطار فوق الغيوم عشان ما حدا يكشفهم، بس فجأة انطلق عليهم سهم واكتشفوا إنه مخاط جلف خلى خطافنا بيولع عشان يتدفى، والصيادين خلوا 4 تنانين تايفو مارينج تطلق نار عليهم. اقترح الفرسان انهم ينسحبوا، بس حازوقة شاف انه هذا فخ وفيجو بده يجبره يغير اتجاه هجومه. قرر يمر من نص النار لانه نار تايفو مارينج مثل الاعصار من الوسط فارغه ومركزه على الجوانب بس. ترددوا الفرسان بس هو اصر وبلشوا يمروا. النار ابتلعت الفرسان والحراس انصدموا فوقفوا الهجوم، وهالشيء اعطى فرصه للفرسان يحرروا تايفو مارينج. وصل خبر نجاح حازوقة لفيجو اللي انبهر مع انه المرحله الاولى من خطته فشلت. داغر خبر فيجو انه خلص اللي انطلب منه بخصوص هيذر، وحاول يقترح اشي بس فيجو طلب منه يوقف ويلتزم بالاوامر وبس. وداغر اتضايق بسبب رده. سال داغر رايكر اذا عمره فكر يلكم فيجو، فرد رايكر انه بيقدر بس ما بده لانه اخوه، وهالكلمه بتترك اثر في داغر بس بنشوف نتيجتها بعدين. بنفس الوقت اعتقد حازوقة انه لقى قفص هيذر بس وقع بفخ لانه فيجو هو اللي كان متخبي جوا القفص. وهو محاوط بالصيادين طلب فيجو من حازوقة يسلم عين التنين عشان يحررهم بس رفض. لما ركب على ابو سن امر فيجو واحد من الصيادين يشغل جهاز على ثم الكابوس المرعب بيجبروا رش ضباب شلل على حازوقة وابو سن فتجمدوا، واخذ فيجو عين التنين وهرب مع رجاله. داغر مع 2 من الصيادين نقلوا هيذر لزنزانتها الجديدة، بس هو هجم على الحراس وانقذ هيذر وكسر قيودها ورجعها لتنينها قبل ما يغادر مع نظرة أخيرة. بعد ما رجعت لهم حركتهم لحق حازوقة وابو سن اثر فيجو لحد كان. استخدم فيجو ضباب الكابوس المرعب عشان يعمل تفاعل غريب مع عين التنين اللي بلش يضوي، لكن حازوقة وابو سن قربوا منه، وباخر لحظة حرر فيجو الكابوس المرعب وطارد حازوقة. الفرسان حاولوا يخوفوا الكابوس المرعب بس جمد التوأم ومخاط. طلعت هيذر وتنينها عشان يساعدوهم ويخوفوه نهائيا قبل ما يطير التنين بعيد للمجهول. امر حازوقة ابو سن يرجعوا يلحقوا فيجو، بس استرد حكت له انه فيجو ورجاله هربوا اصلا. عصب حازوقة كثير وابو سن كان يراقبه. بالنهايه تعافت المجموعه من هجمات الكابوس المرعب، وطمنت أسترد انه عين التنين ما له اي فائده بدون سن شبح الثلج. على سفينه الصيادين حس رايكر بالارتياح لانه عين التنين في ايديهم، بس اعتبروا عديم الفائده. لكن فيدو اثبت له العكس بانه ضرب على الطاوله بقوه فضوى تنين التربل تيرر عين التنين، وهالشيء اذهل رايكر. شرح فيجو انه عين التنين في اليه اطلاق طارئه ما بتتفعل الا بوهج الكابوس المرعب. فيجو وضح استغل هالثغره عشان يشغل عين التنين، وهسه عنده القدره يتبع كل انواع التنانين عشان يقتلهم او يبيعهم، ومن ضمنهم ابو سن. بالنهايه بنشوف رسم لتنين النايت فيوري بتشير انه ابو سن هو الهدف الكبير اللي جاي. ولهون بخلص الموسم. لو عجبك الملخص تنساش تشترك بالقناه وتحط لايك عشان اكمل. بشوفكم الملخص الجاي. سلام.